بيقولوا ان الديربي ملوش توقعات، بس انا اوعدك ان بعد الحلقه دي وبعد ما تعرف التريكات اللي اقول لك عليها هتطلع وانت عارف مين الكسبان في الديربي ما بين الاهلي والزمالك. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا كوتش مصر؟ النهارده حلقه جديده وهي الكبسوله النهائيه للقمه المصريه ما بين الاهلي والزمالك، اللي هنتكلم فيها عن كل حاجه تخص الفريقين قبل مباراه القمه. هنتكلم عن طريقه لعب الفريقين ومميزات وعيوب الفريقين، وايه التريكايه اللي لو الاهلي عملها يكسب المباراه وان الزمالك لو عملها يقدر يفوز بالقمه. فيلا بينا نخش في الحلقه، بس قبل ما نبدا شد عنا باللايك والسبسكرايب في القناه عشان تسجلنا وباول ان شاء الله، واحضر لك كوبايه شاي وتعالى اقول لك مين اللي هيفوز بالديربي. لو جينا نبص اخر 3 ماتشات لكل فريق منهم، فالفريقين نفس الريتم بالظبط. الاهلي مكسبين وتعادل والزمالك مكسبين وتعادل، بس الفرق ان الزمالك كسب المصري وكسب الاسماعيلي واخر ماتش تعادل امام الجونه. اما الناحيه الثانيه النادي الاهلي فهو تعادل قدام انبي، بعد كده كسب سيراميكا وكسب فريق حرس الحدود. بالنسبه لاداء الفريقين في الماتشات، فالنادي الاهلي مش مقدم احسن اداء. في ماتش انبي ما كانش احسن اداء خالص، كان اداء سيء. في ماتش سيراميكا الاداء اتحسن شويه، وفي ماتش حرس الحدود رجع الاداء ثاني بقى سيء، وبالاخص في الحته الدفاعيه. اما بالنسبه لنادي الزمالك فهو كان بنسق تصاعدي. ماتش المصري كان اعلى فورمه ليه في الاداء، احلى ماتش عمله في الموسم، وبعد كده دخل ماتش الاسماعيلي باقل مجهود كسبه. اما في ماتش كلها فهو كان عامل اداء كويس جدا، بس مشكله فيريرا اللي عنده مشكله ان هو بيجيب جون وبيرجع يسيب الكوره الفريق اللي قدامه، وده اللي ممكن يخليه يلبس جوان زي ما حصل في الماتش، ساب لهم الكوره. وكمان اصابه دونجا لما طلع فتح الملعب، ده اللي خلى نادي الزمالك يلبس الجون في الدقيقه 88 وتخلص المباراه بالتعادل 1-1. بالنسبه لكل مدير فني وطريقه اللعب بتاعته، فالنادي الاهلي ماسك دلوقتي كابتن عماد النحاس، بس هو بدا الموسم بخسيرو بيرو اللي لعب 3 ماتشات اتعادل 1 وكسب 1 وخسر 1 وبعدها مشي. وجي بعد كده عماد النحاس مسك 3 ماتشات اتعادل 1 وكسب 2. بس تيجي تبص على الاداء في الملعب مع الاثنين مدربين فنيين، هو نفس الاداء، سمك لمن تمر هندي. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يا باشا اللي بيعرف يعمل حاجه يعملها، ولا بتشوف جمله بتحصل في الملعب ولا حتى جمله في الركنيات ولا اي حاجه. تيجي تبص على مثلا في التشكيله بتاعت الاهلي تلاقي الاهلي بيلعب من غير وينج يمين. هو على الورق في وينج يمين، بس في الماتش مفيش وينج يمين. تلاقي طاهر محمد طاهر لو بيلعب وينج يمين بيضم العمق، تلاقي زيزو بيضم العمق، فجاه تلاقي حسين الشحاته كان بيلعب وينج شمال بقى وينج يمين، وتريزيجيه بقى وينج يمين، ومكاتب على الوينج الشمال ما بتلاقيش حد على الوينج اليمين. محمد هاني هو اللي فتح الخط، وحتى الكوره لما بتروح ما بيحصلش اي خطوره. فالنادي الاهلي تحسه هو بيلعب ب 10 لعيبه في الملعب بسبب ان حته الوينج اليمين دي مش موجوده عنده. فدي مشكله بالنسبه للنادي الاهلي انك بتلعب من غير وينج يمين، فده اللي بيخلي الفريق اللي قدامك عنده اريحيه في الحته الهجوميه وفي الحته الدفاعيه كمان، لانك بتبقى على طول فاتح شارع في ضهر محمد هاني لما متقدم، لان على طول محمد هاني بقى متقدم واخد الحته اليمين دي، فالدنيا وراه كلها بتبقى مفتوحه. وكل جوان النادي الاهلي تقريبا اللي لبسها السنه دي لبسها من الحته اليمين دول. الجونين بتوع فيوتشر والجونين بتوع بيراميدز، حتى الاثنين بتوع حرس الحدود من نفس الجبهه، حتى كمان الجون اللي جه فيج من انبي ضربه الجزاء كانت من نفس الجبهه. فالجبهه اليمين بتاعت الاهلي دي راحه في داهيه بسبب ان مفيش وينج يمين. اما بالنسبه لنادي الزمالك فهو معاه المدرب الفني اللي بدا بيه الموسم البلجيكي يانيك فيريرا، اللي عنده طريقتين لعب. لو الكوره معاه فهو بيلعب كوره استحواذ وبيلد اب والكلام ده كله، اما لو الكوره مش معاه فهو بيلعب ضغط عالي بخمس وست لعيبه عشان يسترجع الكوره في اقل وقت ممكن ويقدر يبني خطوره لنادي الزمالك. كل الكلام اللي قلته ده حلو والناس كلها عارفاه، تعالى اقول لك بقى اللي محدش يعرفه. تعالى بقى انزل لك السبوره واقول لك التريكات اللي قلت لك عليها في اول حلقه اللي ممكن تخلي فريق من الاثنين يفوز بالقمه. تعالى في الاول نتوقع التشكيل بالنسبه للفريقين. بالنسبه لنادي الزمالك نتوقع يبدا بنفس التشكيل. في حراسه المرمى محمد صبحي، قدامه 2 مساكين. محمد اسماعيل لازم يلعب الماتش ده، الراجل ده هو اللي بيعرف يطلع لك بالكوره من تحت بشكل كويس جدا، وكمان راجل رياسي وعاقل جدا، فلازم يبدا اساس الماتش ده. جنبه يلعب حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد عليه علامات استفهام بسبب اخر ماتش قدام الجونه، هو كان سبب في جون التعادل، بس اتوقع هيلعب عادي. محمود حمدي لونش موجود بقى 3 ماتشات، ما افتكرش لو يجي يترمي في ماتش زلاني ومستواه ما كانش احسن حاجه برضه. باك شمال محمود بنتاج ما فيهاش اي كلام. باك يمين بقى اكيد هيلعب بعمر جابر، بس انا ما اتمناش يلعب بعمر جابر. عمر جابر انا عندي معاه مشكلتين اوسخ من بعض. عمر جابر اول حاجه في التغطيه العكسيه زي الزفت. احنا شفنا في ماتش الاهلي مثلا بتاع السنه اللي فاتت 1-1 اشرف بن شرقي قطع من وراه ولا احسن وحط الكوره بدماغه في الجون وهو واقف يتفرج. تاني حاجه الواحد على واحد. عمر جابر واحد على واحد لو جبت اي حد عدي منه، ما بالك بقى هو بيلعب على بن شرقي وبيلعب على تريزيجيه وبيضم معاه محمد علي برمضان وبيجي من وراهم كوكا وبيمين عليه محمد شريف، طاهر محمد طاهر بيجي يضم عليهم، فخمس لعيبه على عمر جابر. عمر جابر هتعمل عليه حفله وممكن نادي الزمالك يلبس جوان كتيره بسبب عمر جابر. تقول لي ما انت عايز يلعب بيمين بالواد الصغير الجديد ده، اقول لك لا، صلاح الدين مصدق يا معلم. الراجل هادي وراسي بيعرف يلعب كوره من تحت كويس قوي، اللونج باس بتاعه عالمي والشورت باس بتاعه عالمي، وانت مش محتاج اكتر من كده، وراجل سريع وهيقفل لك دفاعيا. تقول لي طب انت كده هتخسره هجوميا، اقول لك انا مش محتاجه هجوميا. انا عندي باشا ناصر ماهر بيميل على الحته اليمين، وعندي خوان بزيره مش هحتاج خوان بزيره يرجع يدافع، هسيبه على طول على خط نص الملعب، ان هو لو خد الكوره واحد على واحد هيعدي من اي حد، ونادي الزمالك هيشكل خطوره من الجبهه دي، ويبقى انت قفلت النادي الاهلي. اكبر مصدر خطوره بالنسبه له هي الجبهه الشمال اللي بيلعب فيها تريزيجيه وبن شرقي دي. نكمل التشكيله نخش على نص الملعب. الحمد لله نبيل عماد دونجا اتاكدت ان هو سليم ويلعب الماتش بنسبه 100%. الراجل ده لو ما كانش لعب الماتش كان هيحصل كارثه، بس الحمد لله نبيل عماد دونجا موجود. قدامه الاثنين دبل 8 عبد الله السعيد ناصر ماهر، على اليمين خوان بزيره، قدامهم عدي الدباغ، وعلى الحته الشمال دي لازم يلعب شيكو بنزا. شيكو بنزا لو هيلعب هيفرهد محمد هاني، وزي ما اتكلمنا النادي الاهلي اصلا الحته اليمين دي عنده على طول مفتوحه ومحمد هاني على طول زايد، ففي ظهر محمد هاني يبقى فيه فراغات كتيره، حتى اللي بيغطي وراه ياسر ابراهيم بطيء، فشيكو بنزا بسرعاته بمهارته ممكن يفرهد النادي الاهلي. وكمان النادي الاهلي هيبقى كل تركيزه على خوان الفينا، ممكن انت تضربه من الناحيه الثانيه بشيكو بنزا، الراجل السريع الراجل المهاري، فممكن يعمل ازعاج للنادي الاهلي ويبقى مصدر خطوره اول لنادي الزمالك، علشان خوان الفينا هيبقى طول الماتش ممسوك. تقول لي طب ادم كايد، اقول لك ادم كايد ده لو لعب الماتش الزمالك هيخسر. الراجل ما بيعرفش يعدي واحد على واحد، الراجل بطيء جدا جدا، ما بيعرفش يشوط، هو بيعرف يلعب بس الشورت باص، فانت ممكن تلعبه 10. لما تلعبه وينج دي وحشه خالص ومش هينفع
ينفع تلعب في ماتش زي ماتش الاهلي تلعب بادم كايد، لازم تبدا بشيكوبانزا. احنا كده خلاص تشكيل نادي الزمالك ان شاء الله ده التشكيل اللي هيبدا، وان شاء الله يبدا بصلاح الدين مصدق. نخش الناحيه الثانيه على النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه ماتش سيراميكا كليوباترا عادي جدا. محمد شناوي في حراسه المرمى، قدامه اثنين ياسين مرعي وياسر ابراهيم، مفيش غيرهم اصلا، فما عندوش اي اوبشن ثاني غيرهم، هم الاثنين لازم يلعبوا. على الشمال يلعب مصطفى العش، لازم مصطفى العش يلعب الماتش ده، وفي تريكايه اقول لك عليها دلوقتي. على اليمين محمد هاني، قدامهم 2 6 اليو ديانج مروان عطيه محمد علي بن رمضان، على اليمين طاهر، على الشمال تريزيجيه، قدامهم راس الحربه محمد شريف. سيب بن شرقي الشوط الثاني راجل ينزل لك من على الدكه يعمل لك قلق والكلام ده، لانك انت لو لعبت بن شرقي مع تريزيجيه نص الملعب بتاعك هيبقى مفتوح، ونادي الزمالك بقى يستغل الحته دي قوي. تعال اقول لك بقى يا باشا التريكايه اللي ممكن تخلي الاهلي يكسب المباراه. هتلعب الماتش باك شمال زي مصطفى العش او حتى نبيل كوكا، فانت لو لعبت كوكا انسى كل الكلام اللي انا قلت لك، واي تريكات النادي الاهلي هيخسر ويخش في جوان من الجبهه دي. اما لو قررت انك تلعب مصطفى العش، فمصطفى العش راجل سريع تمام قوي بدنيا، بس مشكلته اللي هو تقيل. خوان بزيرة عشان خفيف وسريع هيقدر يعدي منه ويكلفته، ومصطفى العش مش هيلحق يلحقه. فانت تحل الموضوع ده ازاي؟ ياسين مرعي يا معلم تقلب هو مصطفى العش، تلعب ياسين مرعي باك شمال ومصطفى العش مساك. تقول لي ليه ياسين مرعي باك شمال؟ اقول لك اول حاجه الراجل اشول ودي اهم حاجه، ثاني حاجه كمان الراجل سريع جدا، وثالث حاجه الراجل خفيف هيقدر يلف مع خوان بزيرة في اي كوره يقدر يكلفته فيها هيلحق يلم نفسه ويرجع يجيبه. رابع حاجه احنا شفناه في ماتش حرس الحدود، راجل لما قرر يسيب قلب الدفاع ويطلع كباك شمال استلم كوره على صدره ودخل لم المدافع ولا احسن باك شمال وخد ضربه جزاء النادي الاهلي. يعني الراجل عنده حساسيه حته الباك الشمال دي، فانت لو لعبت ياسين مرعي في الحته دي هتحد بنسبه 50% من خطوره نادي الزمالك، ويبقى وراه مصطفى العش كمان راجل سريع، فلو عدى من الاول هيخش الثاني يشيله على طول. فبالنسبه لي دي انسب حاجه للنادي الاهلي لو عايز يقلل من خطوره خوان بزيرة. لكن بقى نتكلم على الزمالك بالاخص فريرا، ففريرا بقى يلعب الماتشات المفتوحه، الماتشات اللي قدام الفرق الكبيره، كسب سيراميكا وكسب المصري وكسب مودرن سبورت. ولو جينا شفنا وقع نقط قدام مين، فهو وقع نقط قدام وادي دجله وقدام المقاولين وقدام فريق الجون. ليه وقع نقط قدام الثلاث فرق دول؟ عشان دول قافلين الملعب وقافلين العمر، مش مخلينه يعرف يطلع بالكره زي ما هو بيحب، ولا بيعرف يلعب الكره الطويله بتاعته. اما فريق زي النادي المصري فهو كان فاتح له المساحات اللي هو بيحبها، لاعب ورا خط الدفاع قدر انه يجيب جون واثنين وثلاثه، ونفس الكلام في ماتش فيوتشر كان فاتحين له نفس المساحات، وكمان قدام ماتش سيراميكا فقدر فيريرا هو يطبق افكاره ويخلي الزمالك يظهر بشكل كويس. فتعالى بقى كده اعرف لك شويه حاجات كده تكتيكيه، اقول لك الزمالك ازاي بيعرف يطلع بالكوره وازاي بيعرف يعمل خطورته. الزمالك بيبدا الكوره بتاعته من تحت، لو الكوره معاه من محمد صبحي لمحمود بنتايج اللي بيديها لعبد الله السعيد اللي بينقلها ثاني لبنتايج، فبيجمعوا اللعب كله على الحته الشمال، وبلمسه واحده من بنتايج او عبد الله السعيد اللي معاه الكوره بيوديها هناك عند خوان بزيرة اللي بيبقى واقف لوحده هو والباك بس، وخوان بزيرة واحد على واحد بيعدي من اي حد وبيعمل خطوره لنادي الزمالك. لو جينا نبص على اللقطه دي في ماتش فيوتشر مثلا، كل اللعب اتجمع عند الباك الشمال، ومره واحده الدنيا اتقلبت هناك عند خوان بزيرة اللي عدى من الاول بس ما حصلش اي خطوره. نفس الكوره ثاني اتكررت في ماتش الاسماعيلي، كل اللعب اتجمع في الحته الشمال، فجاه اتنقل عند خوان بزيرة راح عدى من الاول والثاني والثالث وكان هيعدي من الرابع بس الكوره اتقطعت منه. فالراجل ده طول ما هو واحد على واحد بيعمل خطوره لنادي الزمالك. طب لو الاهلي قرر انه هيقفل الحته الشمال دي بالنسبه لنادي الزمالك هيعمل ايه؟ نادي الزمالك هيخش على الخطه الثانيه بتاعته وهي بنى اللعب من القلب، كوره مع محمد صبحي محمد اسماعيل اللي بيسلم الكوره لدونجا، دونجا منه لعبد الله السعيد بيلعب لناصر ماهر بظهره اللي بيكلفت السته اللي داخل عليه ويروح بوشه للمرمى ويلعب سلول عداي الدباغ زي ما هنشوف مثلا في الانفراد بتاع المصري اللي قدامك ده اللي عداي الدباغ راح وحطها في حارس المرمى، او هنشوفه ثاني في ماتش الاسماعيلي بس الكوره كانت مع عبد الله السعيد اللي كلفت السته في نص الملعب وخد الكوره وجري وعملها بوش رجله عداي الدباغ اللي برده ضيعها. طيب يا عم لو الاهلي قفل على نادي الزمالك الحته دي كمان، الكوره هتتلعب لنبيل عماد دونجا، ونبيل عماد دونجا هيلمح خوان بزيرة هيلعب له الكوره الطويله زي ماتش الاسماعيلي ان هو يقدر يستلمها يا اما يحطها جون يا اما ياخد بيها ضربه جزاء زي ما حصل في الاسماعيلي. طيب يا عم لو قفلنا الكوره الطويله تعال اقول لك ثاني في ماتش المصري دونجا استلم الكوره اداها لخوان بزيرة اللي استلم الكوره وكلفت اثنين لعيبه ودخل جوه منطقه الجزاء وعملها لعمر جابر والاحلى عشان يسجل الجون الثاني لنادي الزمالك. فنادي الزمالك عنده اكتر من طريقه بيعرف يخرج بها من الكوره وكل الكور بتاعته بتروح بخطوره على مرمى المنافسين. طيب يا عم تقول لي الاهلي يقفل عليهم ازاي؟ هقول لك الاهلي وهو بيضغط على نادي الزمالك لازم يضغط عليه باكتر عدد من اللعيبه. تقول لي ازاي؟ هقول لك مثلا الاهلي بيضغط بثلاث لعيبه اللي هو الوينج اليمين طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وتريزيجيه. هقول لك الاهلي محتاج يزود واحد كمان معاهم في الضغط وهو محمد علي بن رمضان اللي هيبقى مان تو مان مع نبيل عماد دونجا، ومحمد شريف هيضغط على المساك والناحيه الثانيه وينجات هتقفل على الباكات، هيتفضل عبد الله السعيد يجي في ظهر اليو ديانج والناحيه الثانيه مروان عطيه يمسك ناصر ماهر. كده الزمالك هيبقى مفروض عليه كل حاجه بالنسبه له، هيضطر يلعب الكره الطويله، الكره الطويله وده الدباغ ما بيعرفش يلعب بدماغه ولا شيكو بنزا ولا اخوان الفينا، فالنادي الاهلي هيقدر ياخد الكره الطويله عادي جدا بسبب ان ياسر ابراهيم بيعرف يطلع في كل الكره العاليه بدماغه كويس جدا، وكمان مصطفى العش وياسين مرعي وحتى محمد هاني، ولو عدت من كل ده هتروح لمحمد الشناوي. فالنادي الاهلي يبقى اجهد كل محاولات نادي الزمالك لبنى اللعب وقفل كل خطوره نادي الزمالك. اما بقى لو النادي الاهلي قرر انه يضغط بثلاث لعيبه فالكره هتلعب من محمد صبحي لمحمد اسماعيل اللي عادي جدا يعدي من اي واحد يخش عليه، هيلعبها بعد كده لناصر ماهر اللي هيسند الباك بتاع عمر جابر اللي هيسند تاني لناصر ماهر، هيطلع اخوان الفينا او حتى يلعب سرور عداي الدباغ او حتى نقل الملعب تاني عند شيكو بنزا. فانت كده هتبقى بين نادي الزمالك براح اللي هو يعرف يخرج بالكوره، لكن انت لو قفلت على نادي الزمالك الخروج بالكوره زي ما قلت لك هيلعب الكوره الطويله وده اللي هيجهد كل محاولات نادي الزمالك في المباراه. بالنسبه بقى للنادي الاهلي فلاعب النادي الاهلي كله مختصر على الحته الشمال زي ما اتكلمنا، لو بيلعب بتريزيجيه لوحده زي ماتش حرس الحدود او حتى بيلعب بتريزيجيه بن شرقي زي ماتش سيراميكا، فكل حاجه تخص النادي الاهلي بيعتمد على الحته الشمال، والحته اليمين دي اصلا ما فيش حد بيلعب فيها. بالنسبه بقى لحته راس الحربه بالنسبه للنادي الاهلي هيلعب بشريف ولا بشار، فانا وانت وكل الناس اللي بتتفرج عارفه ان شريف لو لعب هيفوق على نادي الزمالك، فتوقع محمد شريف هيلعب عادي جدا
جدا. اهم حاجه نادي الزمالك ما يسيبش اي مساحه بين الخطوط للنادي الاهلي ان هو خطير فيها جدا. محمد علي بن رمضان بيتحرك في الحته دي كويسه جدا، محمد شريف بيقطع على المدافعين كويس جدا، حتى تسجيل يعدي بسرعته كويس جدا، بيلعب بالعرض. فنادي الزمالك لو عرف يضيق الخطوط بتاعته على النادي الاهلي هيقدر يجهد كل محاولات النادي الاهلي، وبالمرتدات هيقدر يسجل في النادي الاهلي. كده لخصت لك كل حاجه تخص التكتيك بالنسبه للفريق. عايز اقول حاجه شخصيه بقى بالنسبه لي ايه بالنسبه للماتشات. انا دايما ماتشات الاهلي والزمالك دي اللي بيجيب الجون الاول هو اللي بيكسب، لان الاهلي لو جاب الجون الاول بيرجع يدافع والنادي الزمالك بيندفع ويفتح لعب، ده اللي بيخلي النادي الاهلي يجيب الجون الثاني، زي ما حصل مثلا في نهائي كاس مصر اول ماتش لامام عاشور مع النادي الاهلي. النادي الاهلي جاب الجون الاول عن طريق امام عاشور، بعد كده في اخر الماتش في كوره مرتده ايدي المجدي قفشه بدايه الماتش. او ممكن النادي الاهلي يجيب الجون الاول زي في ماتش السوبر الافريقي ويرجع يدافع، وده اللي يخلي الزمالك يندفع ويقدر انه يجيب الجون الاول زي ما حصل في السوبر الافريقي. او ممكن برضه النادي الاهلي يجيب الجون الاول زي ما حصل في ماتش الدوري اللي فات ويرجع يدافع ونادي الزمالك يندفع ونادي الزمالك يجيب الجون التعادل. فاخر كام ماتش النادي الاهلي لما بيجيب جون ما بيموتش بالثاني، وده اللي عيب عليه النادي الاهلي، انك لو جبت جون لازم تموت بالثاني. اما ناحيه نادي الزمالك فهو لو بدا بالتسجيل هيسيب الكوره للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هيمسك المباراه وممكن يجيب جون برضه. فالفريقين عندهم نفس العيب اللي هم ما بيجيبوا جون بيسيبوا الكوره للفريق المنافس، وده اللي بيخليهم يلبسوا جوان وبيفقدوا نقط. بس اتوقع في الماتش ده ان الزمالك لو جاب جون هيضغط ويجيب الثاني والثالث، والنادي الاهلي لو جاب جون هيضغط ويجيب الثاني والثالث. ده مش معناه ان الماتش مش هيخلص سكور خالص، بس اتوقع الماتش يخلص 2-1 لنادي الزمالك ان شاء الله. الزمالك هيبدا بالتسجيل، الاهلي هيتعادل، بعد كده نادي الزمالك هينهي المباراه بهدف ثاني، وممكن الدنيا تتعكس والنادي الاهلي يخلص 2-1 كمجمل. يعني اتوقع الماتش يخلص 2-1. كده خلاص كل اللي عندي. لو عجبتك الحلقه تشد عامله باللايك والشير والسبسكرايب، شايف القناه شخصيه جدا بقى، وان شاء الله السلام عليكم.